الفريق السيسي خلينا ننضم لها، وده في ذكرى حرب. خلينا نسمع. واوجه لكم انتم كمان التحيه على اللي بتعملوه. انتم كلكم، كل ضابط وكل صف ضابط وجندي في الجيش وفي الشرطه واقف في الشارع عشان خاطر يحمي مصر وعشان خاطر يحمي اهل مصر. نحن جيش وطني شريف لا يخون ولا يتآمر ولا يخدع ابدا ولن يكون. انا بقول الكلام دوت لكم فهي أزمة دينية ولا أزمة سياسية؟ لا كنا ولا حنكون إن احنا نحارب ربنا. بتوجيه الشكر والتقدير لأهالينا في سيناء، لأن احنا يعني بنقوم بإجراءات ممكن هذه الإجراءات تكون بتضيق عليهم حياتهم. نوعد علينا وإن شاء الله احنا نكون أوفياء للوعد، إن احنا نعوض عليهم سواء في أرض تم إزالة مزروعات منها أو في مباني سقطت أثناء المواجهة. ده فيما يخص أهل سيناء، وهم بيأكدوا كل يوم بوطنيتهم وحرصهم على التعاون. ما هم دول اللي كانوا موجودين برضو معانا سنة 67 68 69، كانوا بيتعاونوا مع الجيش ولن ننسى لهم ذلك ساعتها وما نسيناهوش ومش هننسى دلوقتي اللي هم بيعملوه معانا. برضو في الحقيقة يعني تحية واجبة لأهل الضبعة مطروح المنطقة الغربية. صحيح يعني أنا عايز أقول لكم إن أهل الضبعة الأرض موجودة بقالها فترة كبيرة، لدرجة إن في ناس يمكن يأست إن الأرض دي ترجع تاني، لكن إحنا ما كانش عندنا شك إن وطنية وإخلاص المصريين هتطلع في الوقت المناسب. أنا عايز أقول كانوا هم ممكن يستغلوا الحالة اللي إحنا فيها دي على الأقل، الحالة اللي إحنا فيها دي على الأقل، وما يسلموش الأرض للجيش. لكن هم عشان كده بقول لهم تحية واجبة علينا كلنا من كل المصريين، مش من الجيش بس ومش من الشرطة بس، من كل المصريين، إن هم كانوا مخلصين، وحجم المروءة والشهامة اللي بان منهم يدلل على حجم الأصالة اللي موجودة فيهم. فكل الشكر وكل التقدير لأهالينا في الضبعة. القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية لن تدعم أحد أبدا، كل واحد أنت وشعب مصر، لكن الجيش لا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن دي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية. فخلي بالكم يا مصريين من ده، من كلامي كويس. انتم اللي بتجيبوا الحكام، وصحيح انتم اللي بتمشوهم برضه، صحيح.